missionaries in a foreign field. For some reason صحيح النوم حالا. تعالوا نشوف الفيو بصراحة جامد، بس هو الفيو هو فيو عادي عامة. هو يعني بالنسبة لأي حد عايش هنا بالنسبة له الفيو ده ولا حاجة، لأن هو مفهوش، هو فعلا مفهوش حاجة. هو شارع وشجر وعمارة وعربيات، عشان برضو لسه جاي من مصر، فبالنسبة لي أي حاجة هنا هتبقى فيو حلو. ظبطت الأوضة شوية، حطيت حاجاتي في حبة حاجات فوق، حطيت تيشيرتات هنا، حطيت حبة حاجات هنا، حطيت حبة حاجات هنا، والبتاع ده لسه ما ظبطتوش الصراحه. اهم حاجه بالنسبه لنا هي الحته دي، عشان دي الحته اللي هنعمل فيها فلوس. والنهارده عندنا ميتينجز كتيره، والنهارده عندنا شغل كتير بصراحه. اليوم هيبقى باكت شويه من ناحيه السكيلينج، علشان امبارح واول امبارح كنت بنقل وسفر وكده، عمال باجل حبه تاسكس وكده. الساعه دلوقتي واحدة، عاوز اشوف القبله ازاي نصلي، بعديها عاوز هنزل الجيم سريع. هو ده الجيم بتاع المكان اللي قاعد فيه. هو بجد اوضه ما فيهوش اي حاجه، في حبه اوزان هنا، وفي تريدميل وكيكه. لو عاوز اتمشى هطلع اتمشى بره يعني. كمان 9 دقايق بالظبط، فهخلص هنا بسرعه، وبعديها نطلع على طول ناخد الميتنج، وبعدين بقى نبتدي الشغل. ميتنج مع بوتنشال كلاينت، لو عرفت اقفله هيبقى كلاينت، فهخش معاه الميتنج، وكده كده ان شاء الله هعرف اقفله. فلو قفلته هيبقى اول كلاينت اجيبه من على المكتب ده، وده كلاينت مصري يعني. لسه بصراحه ما عملتش اوت ريتش لاي حاجه من اوروبا او اي حاجه، فده هيبقى اول كلاينت مصري اقفله من اوروبا من على المكتب ده. كان بيبيع ب1,000,000 جنيه، اخدناه من 1,000,000 ل2 مليون ل3 مليون، تريبل السيلز في خلال 3 شهور بس، وعلى سكيل كبير. لسه مخلص الميتنج، خلاص قفلنا الكلاينت، اتفقنا على النسبة. خلاص الوينتر دروب هينزلها كمان اسبوع ان شاء الله، هنبدأ معاه في خلال اسبوع على طول. لسه كنت تحت، جبت حاجة جديدة، جبت بورد عشان اعلقها هنا عشان نكتب عليها حاجات، جبت قلمة عشان تو دو ليست والحاجات دي، وجبت اهم حاجه بالنسبه لي LED لايت، علشان ما بعرفش اقعد في اوضه غير لما يبقى فيها LED لايت، فبركبه دلوقتي. وهو ده الريموت، واشتريت طباق، وهركب بقى LED لايت دلوقتي. هو ده لحد دلوقتي اللي عملت لحد هنا، لسه هكمل بقى كل ده. ده الافتر كده. الاوضه الصراحه بقت رايقه. تخش من هنا، ده منظر الاوضه دلوقتي. الصراحه كده بقت فجرة بجد، معرفش ليه بعشق حاجه اسمها LED لايتس، مبعرفش اقعد في اي حته من غيرهم. مود بيغير الوان لما تتكلم، يعني مثلا دلوقتي وانا بتكلم كده عملت كده. الساعه دلوقتي 7:15، عندنا كونسلتيشن كول. لا انا محتاج اقفل البتاع ده، فاخش معاه. كان حد حاجز كونسلتيشن، لو حد عايز يحجز كونسلتيشن هتلاقوا اللينك تحت في البايو. وياسين استنوه عشان ان شاء الله هيكسر الدنيا قريب قوي. هو مشكلته اللي هو يعني هو عمل كل حاجه، اتعلم كل حاجه، هو اخد هناك واخد كونسلتيشن معايا، واخد كورس هنا وهنا وهنا وهنا، بس هو كل ده ما بدأش. قلت لك ايه، انت ما بتتعلمش العوم، قلت لي ابدأ على طول وهتتعلم بعد كده. عايز اقول لك ان الكونسلتيشن دي فرقت معايا جامد، وان شاء الله يعني هنكسر الدنيا ان شاء الله. وانا واثق فيك اللي انت هتعرف بجد تكسر الدنيا، لان انت اول حاجه بتنفست في نفسك. انت بتصرف فلوس عشان تاخد كونسلتيشنز، سواء معايا او سواء مع اي حد تاني، تاخد كورسات، تتفرج على يوتيوب فيديوز. بس زي ما قلت لك، انت ما بتتعلمش العوم غير لما تنزل الميه، فده هو ده اللي ناقصك، ده اللي ناقصك بس. فانت ابدأ، وصدقني هتبتدي في خلال 3-4 ايام، انا بقول لك هتبتدي تجيب اول كلاينت ليك عادي خالص. خلاص زي ما انت قلت لي اقفل وابعت للبراندات دلوقتي ونشوف بقى هيحصل ايه. وعايز اقول ان الكونسلتيشن دي فرقت معايا جامد، ويعني النولج اللي اخدتها منها. من النوم دلوقتي، احنا النهارده اليوم اللي بعديه، وصحيت على فاير الارم. كان في مش عارف، كان في حريقه في المبنى ولا حاجه. ميتنج الساعه 4، اللي هو هنا الساعه 3، بس هنا احنا بدري ساعه. فانا لو مثلا عاوز الميتنج 3 فلازم اخليه 4. الموضوع بيلخبط شويه، بس اخدت عليه الصراحه شويه. تب سريع كده وانت بتشتغل، اعمل تايمر ربع ساعة او نص ساعة، ماشي. اول لما تبتدي شغل، شغل الربع ساعة تايمر دي او الستوب واتش او ايا كان انت عاوز تشغل ايه،
وبعد ما الربع ساعة او النص ساعة دي تخلص وقفه واكتب بالظبط كل الحاجات اللي انت خلصتها في النص ساعة دي. بكرة في ماتش برشلونة وباريس سان جيرمان في الشامبيونز ليج، احتمال اروحه، فلو رحتوا كده كده هاخدكم معايا، مش عارف تدخلوني بالكاميرا، بس لو رحتوا هتبقى حاجة جامدة قوي بصراحة. بقى اول مرة اروح ماتش هنا، اعتقد هيبقى اول ماتش اروح ماتش لبرشلونة وكمان في الشامبيونز ليج ضد باريس سان جيرمان، فهيبقى ماتش جامد قوي. عاوز اشتري كرسي علشان الكرسي اللي انا قاعد عليه ده بصراحة مستحيل اعرف اقعد عليه كتير، هو مش كرسي يعني، هو خشبتين، فان شاء الله احنا هنطلب واحد وباذن الله هيطلع حلو يعني. فهو ده شكلي الصراحه اللي انا هجيبه، شكله حلو الصراحه، شكله مريح. دلوقتي احنا عندنا ميتنج كمان بالظبط تلت ساعه، برضه بوتنشال كلاينت امبارح، وعملنا ساين كلاينت واحد كمان النهارده، ودي كلاينتس تقال يعني، كلاينتس بتبيع بارقام حلوه قوي. فقفلنا معاهم وعرضت عليهم فكره السيرفيس الجديده اللي انا بقدمها في الايجنسي ان شاء الله. وفي الفتره الجايه هبتدي، عاوزكم تقولوا لي اسم ايجنسي عشان عاوز ابتدي الايجنسي بتاعتي واعمل لها انستجرام بيج، وعاوز اعمل لها اسم، لان ابقى حاطط كل السيرفيسز اللي احنا بنقدمها بالسيرفيس الجديده. وهي كانت قالت لي اللي هي هتبقى انترستد قوي في السيرفيس الجديده اللي احنا ان شاء الله هنبتدي نقدمها، وتبقى من اول الناس اللي تبقى معانا فيها. فان شاء الله هبتدي بلان ات اوت واحط سيستمز فيها واظبط كل حاجه فيها، وابتدي اوفيشلي الونشت على انستجرام وتيك توك، وكمان على الانستجرام بيج بتاعه الايجنسي ان شاء الله قريب قوي قوي قوي. دلوقتي في كلاينت تاني برضو بوتنشال كلاينت عاوز يبتدي يشتغل معانا، بعت لي عاوز يظبط ميتنج، مش عارف اظبطها النهارده ولا بكره، عشان النهارده الصراحه عاوز انزل اجيب خط واظبط حاجه كده. هخش ميتنج دلوقتي مع اللي انا قلت لكم عليه ده، برضو ده بوتنشال كلاينت كان بعت لي. هخش معاه الميتنج دلوقتي. انا جعان موت موت موت، ما اكلتش اي حاجه من الصبح. كنت رايح افطر دلوقتي اصلا 5، فكنت هفطر لسه، بس قلت اخلص الميتنج ده بسرعه وبعديها اخش اكل بقى على روقان. وشه حلو عليا، لسه مقفل تالت كلاينت عنده حوالي، هو معدي 100,000 فولور، كلاينت جامد الصراحة. المكتب ده وشه حلو عليا عشان لسه مقفل تالت كلاينت ليا وبقاليش هنا يومين. مش شرط عشان براند عنده فولورز كتيرة فهو المبيعات عنده حلوة، لا والله العظيم. انا كان من شهرين كنت شغال مع براند عندهم 50,000 فولور، كان براند عندي بيعمل اقسم بالله اضعاف الاضعاف وهو عنده 2000 فولور بس، انتوا متخيلين؟ فهي مش بالفولورز خالص، بس الفولورز طبعا بتبقى انديكيتور كويس اللي هو براند معروف، الناس عامله له فولو، الناس مهتمه بيه، بس صدقوني هي مش بالفولورز خالص. لسه حاجز ماتش برشلونه وباريس ب 200 يورو، ودي 200 يورو دي الصراحه كانت ارخص حاجه لقيتها. ماتش في الشامبيونز ليج، وهصوره طبعا في الفلوج ده. هاخدكم معايا كده كده، ماتش زي ده مستحيل ما اخدكوش معايا، ماتش هيبقى جامد قوي بصراحه. انا عن نفسي بشجع برشلونه، ف يا رب برشلونه تكسب، بس انا برضو في نفس الوقت اللي هو مش مهتم قوي يعني، لو برشلونه خسرت مش اللي هقعد اتخانق وبتاع، مش فارقالي، بس كده كده عاوزها تكسب. كنت مش قادر استنى بكره، علشان انا عمري في حياتي ما روحت ماتش لبرشلونه، في بالذات في السيتي بتاعت برشلونه، وكمان عمري في حياتي ما روحت ماتش في الشامبيونز ليج. واجواء الشامبيونز ليج بتبقى مختلفه خالص عن اي ماتش. دول عيد ميلادهم في نفس اليوم، الساعه دلوقتي 10:30 هنا بس 11:30 هنا، يعني ناقص على عيد ميلادكم بالظبط نص ساعه. احساسكم ايه؟ انا عارف السؤال ده رخم، بس احساسكم ايه؟ اكيد مش مصدق الصراحة، مش مصدق. أنا حاسس احساسك السنة ايه يا دي، امير؟ احساسك ايه وانت تتم 20 سنه؟ يعني مش حاسس انت كبرت شويه؟ بص بجد بجد، السنة دي اللي هو عمري تخيلت وأنا عندي 17 سنة. يا جدعان مش مصدق إن أنا أخيرا هتم ال 16 بجد. أصلا بقى فاهم. بس بقول لكم يا جماعة بجد مش مصدق الصراحة إن كل ده حصل في سنة. عمري أنا يا ابني قبل ما أتم، أنا كده بدأت شغل عندي 17. أول ما تميت 17 بدأت أشتغل. أنا عمري ما كنت متخيل إن لما أجي أتم 18 أكون حققت اللي أنا حققته لحد دلوقتي. وأنا ممكن ما أكونش حققت زي ناس كتير، بس فاهم بالنسبة للبيس بتاعي أنا عمري ما تخيلت إن أنا أوصل للمرحلة دي. فأنا بالنسبة لي مش مصدق نفسي الصراحة، بحمد ربنا دايما على اللي أنا وصلت له. حاسس إن شاء الله. طب انت من سنه بالظبط كنت متخيل ان انت تبقى في المكان اللي انت فيه النهارده؟ استحالة يا جماعة. أنا كنت دايما بحاول أشوف أي طريقة أعمل بيها فلوس أونلاين. أي قرف يا جدعان والله، ما كانش في أي حاجة شغالة. أصغر حاجة كنت ما عنديش مانع أعمل 200 جنيه في اليوم أونلاين.
اي هبل، ما كنت والله ما كنت اي حاجه، بس عمري تخيلنا الحمد لله اوصل للمرحله اللي انا فيها دي. طب يعني ادي نصيحة لأي حد لسه بيبدأ. اي حد لسه بجد بجد ما تركزوش على الفلوس في الاول، ركز على السكيل اللي انت بتعملها وتقنها جامد جدا، والفلوس هتيجي لوحدها كده كده لو انت عملت اللي انت بتعمله حلو. فرج، انت احساسك ايه وانت تتم 27 سنة؟ بص والله ان انا هتم 30 سنه. لا لا، بس بجد بجد انت برضو انت حياتك اتغيرت برضو في 3 4 شهور. بس طبعا اكيد انت كنت بتعمل حاجة الناس مش شايفاها، يعني اكيد في يا حاجات كتير ابني قوي حصلت محدش شافها. انا حصل لي حاجات كتير قوي. انا كنت بلعب كوره وجالي صليبي، وبعدها جالي التهابات في الركبه، قعدت سنتين اقسم بالله. بعد كده كنت بحاول اجيب فلوس من اي حاجه. جربت الفيديو اديتنج ما جاتش معايا. جربت فتحت ستور اونلاين، بدأنا نبيع شويه. بعد كده الدنيا ما مشيتش معايا احسن حاجه. بعد كده اكتشفت ان في حاجه اسمها الميديا باينج. من ساعتها وبجد كل حاجه اتغيرت. يعني انا مستحيل كنت اتخيل ان انا ابقى في المكان اللي انا فيه ده خالص. يعني مستحيل. لو كان حد جه قال لي من فتره صغيره ان انا هبقى بعمل كل ده، او ان انا هبقى اصلا بنزل فيديوز اساسا بالظبط. بوش، دي بالنسبه لي كانت حاجه مجنونه. بس بجد الحمد لله كده نخش سنه جديده فاحنا متغيرين خالص. وبجد اهداف اكبر بكتير. هو بس انت من النهارده انت بس بتتطور بس خلاص. دي حقيقة. بالظبط. يا جماعة بالظبط، حاجة بسيطة احنا اصلا مش مقدرينها وحاسين ان هي حاجة عبيطة، اللي احنا اصلا بننزل كونتنت. يعني مين كان يتخيل؟ يعني احنا كلنا اعتقد كنا بنلعب كورة، ايه العب ده طبعا. كان مين يتخيل مثلا واحنا لما كنا بنحاول نبقى لعيب الكورة اللي احنا ننزل؟ يعني اعتقد امير انت اول ما نزلت عندك ناس دخلوا برضو بهدلوك، ونفس الحاجة في فرج، واكيد برضو عندي. بس ده طبيعي، لان انت لما تيجي تعمل اي حاجة مختلفة فطبيعي يعني لما حد يشوف ايه ده بيعمل حاجه غريبه او حاجه مختلفه مش متعود عليها، فطبيعي يحقد عليك. او اللي هو حتى لو واحد، اكيد واحد صاحبك، اكيد انتوا برضو في ناس صحابكوا اتكلموا عليكوا من ظهركوا او في وشكوا او ايا كان. بس حتى اقرب الناس ليك ممكن تبقى حد انت عمرك متوقع هو يتكلم عليك، تلاقيه بيتكلم عليك. بس دي علشان انت فعلا بتعمل حاجه صح، علشان انت بتعمل حاجه مختلفه، فالناس مش مصدقه. اكتر ناس ويلنج ان هي تعمل حاجه كرينج هي اللي هتوصل اصلا. بالظبط. الناس الغريبة هي اللي بتعمل فلوس. يعني تعالوا مثلا نبص على جيك بول ولا لوجان بول، ممكن يبقى دي اللي هو بالنسبة لناس كتيرة هم بدأوا بداية يعني مش كرينج، اكتر من كرينج. انا متأكد ان احنا بنعمله ده دلوقتي احنا هنبص عليه كمان مثلا 15 سنة ولا 10 سنين هنقول ايه الهبل اللي احنا بنعمله ده. كده كده. بس هي دي احلى حاجة، يعني احلى حاجة عامة في ان انت تصور كونتنت والدوكيومنت الجيرني بتاعتك، وتصور حتى لو التصوير وحش. يعني الناس اللي هي بجد بتبقاش عاوزة تبتدي علشان خايفة اللي هي مثلا تبتدي هيبقى شكل الكونتنت وحش او هيبقى شكلهم وحش. يعني بجد انت صدقني انت كمان 5 6 سنين لما تيجي تبص على نفسك هتحمد ربنا ان انت صورت. تفتكر على الاقل الايام دي وتشوف انت ربنا كرمك بايه وانت كنت فين. وانا الصراحه انا كل واحد انا مقتنع، كل واحد وقصته. يعني حرام تتحفر. انا شايف كله يصور يعني يبين ايه اللي هو بيعمله. يعني مثلا جيكا البلوجات بتاعتك الصراحه اللي شايف انت بتصور ايه وبتاع واللي بيحصل في يومك وكده، الحاجات دي حرام ما يتعملهاش دوكيمنت وتنزل والناس يشوفوها بجد. نفس كده معانا فرق في حاجات كتير بتحصل في ايامنا. ممكن واحد اقسم بالله يقعد سنه عشان يعوز يعمل اللي احنا بنعمله في يومنا واحنا ما بنصوروش ولا بننزله. فدي علامه ان لازم نبدا برضو فوق احنا انا وفرج كمان زي كاجيكا، عشان الحاجات دي يا جماعه فعلا لازم تتصور تعملها دوكيمنت. انا هستنوا فلوجز فرج وامير ان شاء الله هيبتدي ينزلوا، بس ربنا يكرمهم بس وينزلوا. يا فرج فاكر مره كنت انا وفرج بنحاول نصور فلوج بس الاتنين في نفس الوقت ما مشيتش. الحمد لله ان هي ما نزلتش. لا بس بجد استنوهم هما الاتنين ان شاء الله هيبتدوا ينزلوا على يوتيوب قريب وهيكسروا الدنيا باذن الله. النوم الحمد لله نومي اتظبط عشان نومي في مصر كان بايظ خالص خالص خالص، ونازل دلوقتي اعمل خط علشان ما ينفعش امشي من غير نت في البلد دي بالذات. والنهارده ماتش برشلونه وباريس ان جيرمان في الشامبيونز ليج. لسه جاي لي التيكت على التليفون، شفت ان انا ما ينفعش اخد الكاميرا معايا بس كده كده هصور من التليفون. انا عملت الخط خلاص بقى عندي نت. تعالوا اوريكم المطبخ عشان اعتقد انتوا عمركم ما شفتوا المطبخ. فده اول حاجه كده بتخش من الباب ده
ماشي. بعديها عندنا هنا تلاجة، كل واحد في التلاجة بيبقى ليه حتة. طبعا ده العبد لله، حاجات العبد لله. بعديها بتيجي هنا، هو ده المكان اللي انت بتطبخ فيه. النار مش بتتولع، النار كده اللي هي بتاع بتسخن. في مايكرويف هنا، في بتاع اللي انت بتغسل بتاع هنا، في زبالة هنا، والفريزر هو ده الفريزر. بس الفريزر للكل بقى، يعني البقاء للأقوى يعني. بعديها بقى كل حد هنا ليه مكان. دي طبعا مش بتاعتي، دي طبعا مش بتاعتي، دي طبعا مش بتاعتي، دي طبعا مش بتاعتي، ودي طبعا مش بتاعتي، استغفر الله العظيم يا رب. لكن هي دي بتاعتي. بص والله الحياة بسيطة يعني. لسه جاب ربع بطيخة، حبة مية، وهقعد دلوقتي بقى ايه، هقطع البطيخة دي ونشتغل شوية واحنا بناكل البطيخة في المطبخ. وده الفيو من المطبخ. اوكي، الفيو بصراحة ظريف. وده الفيو من المطبخ. هنا في كراسي هنا لو حد عاوز يقعد، في كنبة هنا حد عاوز يقعد، في تلفزيون عمره ما اتفتح اعتقد بس هو موجود يعني. ماشي. ماتش الساعة 9 ودلوقتي الساعة 7:15، فلازم نبتدي نجهز وننزل. انا لبست بصراحة اي حاجة عشان ما عنديش لبس برشلونة، فاحتمال اشتري. لو لقيت اي حاجة هناك هشتري منها. المشكلة ان ممنوع اخد معايا الكاميرا، فهصور من التليفون بس اعتقد الكواليتي هيبقى حلو. اصلا الفلوجز القديمة كنت بصور كلها بالتليفون. فهننزل دلوقتي بقى ونشوف بقى الاجواء في الشوارع وفي الاستاد وفي كل حاجة. انا الصراحة مش قادر استنى. لسه واصلين الاستاد اهو. ده الاستاد زي ما انت شايفين. الدنيا زحمة موت موت موت. انا المفروض جيت 92، مش عارف بقى جيت 92 ده فين. انا دلوقتي المفروض اقعد، بس انا مش عارف المفروض اقعد فين بصراحة. يعني الاستاد فاضي موت، مش عارف ازاي. الماتش كمان ساعة بالظبط، بس اعتقد هنا بيجوا قبل الماتش على طول. دلوقتي 8 والماتش المفروض خلاص يبدأ كمان ساعة بالظبط. الاجوان بتسخن اهي، الاجوان برضو بتاعت باريس سان جيرمان بتسخن. اعتقد اللعيبة بتطلع بعديهم مثلا بربع ساعة، وبتسخن قبل الماتش مثلا بنص ساعة او حاجة الصراحة. بس الاستاد استنى، هو بيقول حاجة ومش عارف بيقول ايه. اعتقد لعيبة هتطلع دلوقتي، مش عارف. صغير كنت بعشق حاجه اسمها نيمار وميسي. انا اصلا كنت عاوز اطلع لعيب كوره بس ما حصلش نصيب يعني. وبدات بقى اخش في حاجات البيزنس وكده. انا لحد دلوقتي مش قادر اصدق ان انا قاعد في استاد برشلونه كده عادي، تشامبيونز ليج وبتاع. والاغنيه بتاعت الشامبيونز ليج دي اغنيه تشامبيونز ليج واجواء تشامبيونز ليج كده كده لاي حد بيفهم في الكوره هي مختلفه خالص يعني. فانا فعلا ما بقتش اشوف خالص. اوه، اللعيبه المفروض بتطلع من هناك. اول لما يطلعوا الدنيا هتتجنن. انا هموت واعرف او هموت واشوف لما يجي جون بالذات لبرشلونه ايه اللي هيحصل. هموت واسمع الصوت في الحقيقه. ده منها ان جماهير باريس سان جيرمان فوقينا بالظبط، فكنت عايز اشوفهم عمالين بقى بيتخانقوا وبيشتموا وبتاع. الاجواء دي بتبقى فانده بصراحه. هما بيطلعوا من هنا بالظبط، في سلم هنا ولسه طالعين منه، وهم طالعين عمالين بيعملوا كده وبيشتموا. طلعت اللعيبه بتاعت برشلونه طلعت. بصوا بيشتموا الناس اللي فوقينا. بصوا بيشتموا الناس اللي فوقينا. قلت لكم باريس سان جيرمان واقفين يعني، هم فوقينا بالظبط. بصوا انا كنت عاوز اقعد في مكان تاني عشان عايز اشوفهم هم بيتخانقوا مع بعض. هم بيطلعوا من السلم ده، قعدوا يكسروا في الحاجه وهم طالعين. هم دول اللي طالعين دول، بيطلعوا على فوق وبيقعدوا بقى يتخانقوا مع الناس بتوع برشلونه وبتاع. بصوا بيعملوا ايه. مش عارف بيعملوا 6 دي معناها ايه الصراحه، بس اعتقد دي معناها حاجه مش فاهم الصراحه. حاجه على التليفون. بص اللهبل ده. اهو لامين يامال اهو. لامين يامال
قال لك انا مش قادر اصدق ان لامين يامال قدامي، يعني فرق 200 متر هو قدامي، مش قادر اصدق اقسم بالله. لعيبه برشلونه يعني انا لو نزلت واتمشيت كده اروح هلمسهم، يعني الموضوع ده غبي، الموضوع ده مش مستوعبه. لامين يامال 200 متر مني. اعتقد دول الناس، انا مش عارف مين اللي بادئ الصراحه، بس اعتقد هم دول الناس اللي بادئين. اللي هناك دول اللي هم لما يجي جون او حاجه ممكن يرموا علينا حاجات من هنا الحته دي. قاعد في مكان وحش وفي وحش وكل حاجه، بس انا اصلا اقسم بالله مش مصدق والله بجد مش مصدق. الاجواء هنا يا جدعان فجره والله العظيم. كان ب 400 يورو او 500 يورو ما عنديش اي مانع ادفعهم. انا كل ده ولسه الماتش ما بداش. الصراحه فجر موت موت موت. اخدت البتاع دي من الراجل الصيني ده. بحاول اظبطها مش عارف. استنى اي ظبطات فجرة الصراحة. حاجة جامدة قوي اقسم بالله. انا دلوقتي المشكلة بعد لما بصيت فيها بقيت حاسس ان نظري بقى اوحش. خلاص التسخين بيفنش، قاعدين مش عارف بيتكلموا بيقولوا ايه. هيخشوا دلوقتي بقى والمفروض يطلعوا والماتش يبدأ ان شاء الله. لامين يامال هيشوط. يلا يا عم لامين. 70 عمالين بيقولوا بوتا بارسا بوتا بارسا، بيقولوا اسم اللعيبة. عاوز اشوف بتاعت لامين يامال هيتجننوا. فين لامين يامال؟ ما قالوش لامين يامال ليه؟ هو لامين يامال مش بادئ ولا ايه؟ انا اول مره في حياتي اكسبيرينس حاجه زي كده. تشامبيونز ليج اللعيبه طالعه، احساس مش طبيعي. باريس سان جيرمان. تخيلوا الحماس اللي اللعيبه بتبقى فيه. تخيل 60,000 واحد بيتفرج عليك. جمهور باريس سان جيرمان مش طبيعي. ما اعتقدش ان هم هيسكتوا طول الماتش، هم اعتقد بيفضلوا كده طول الماتش بجد. لعيبه لامين يامال عامل لسه كوره فجره بس ما صورتهاش. يا لهوي لامين يامال. بيرموا حاجات، عمالين بيرموا حاجات. بص عمالين بيرموا حاجات. لسه جاي فينا جول. اخر هجمه في الشوط الاول. خلاص اعتقد دي اخر هجمه في الشوط الاول. كله هيطلع يجري على الاكل طبعا. الشوط الاول خلص 1-1. الصراحه انا حاسس لما تبقى في الاستاد بحس ان انا مش ببقى مركز في الماتش خالص. انا الشوط الاول ده مثلا لو هلخصه انا بجد ما شفتش اي حاجه، مش فاكر اي حاجه غير الجونين، والجونين اصلا ما شفتهمش كويس. لما باريس تعمل هجمه حلوه او برشلونه تجيب جون او اول ما اي حاجه تحصل، باريس سان جيرمان الجماهير بتاعتهم بتتجنن وتقعد ترمي حاجات كويسه. انا قاعد في الحته اللي هو فوقينا زي حاجه كده، عشان لو كنت قاعد قدام زماني رحت فيها. بيقعدوا يرموا حاجات، بيحاولوا يكسروا الازاز.
الثاني بدأ. فاول برشلونة، فاول من على خط 18 بالظبط. المشكلة كاميرا التليفون مش باين أي حاجة. كاميرا الصراحة وحشة والكواليتي سيئة. لسه جاي جون تاني 2-1 باريس سان جيرمان. اعتقد كده الماتش خلص كله عمال بيمشي 10% ولسه قدامي تمشيه بتاع تلت ساعه. عمالين بيرموا عليهم الناس كلها ماشيه. اعتقد هو اصلا مش ناقص كتير في الماتش، خلاص ممكن يقتحمونا ويضربونا ومش ناقصه. بص 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 بص، عمالين بيرموا علينا حاجات. انا شكلي الصراحه هقعد هنا واستنى كل الناس تمشي وبعديها امشي. جمهور باريس هو عمال بيحفل هنا عشان يحتفل مع الجمهور. مش عاوز امشي واسيب المنظر ده الصراحه. حاسس ان انا عاوز ابات هنا والله يا جدعان. منظر الملعب لو انتم يعني لو شايفينه على الحقيقه مش طبيعي الصراحه. بس اعتقد بقى احنا لازم نمشي خلاص عشان الصراحه اموت ولا يوم لسه هتمشى تمشيه تلت ساعه. وداع. تصوير الجمهور بتاع برشلونه ما حسيتوش برضو كان احسن حاجه يعني. اقسم بالله جمهور باريس سان جيرمان ال90 دقيقه ما بيسكتش والله. احنا الجمهور كان ميت خالص الصراحه.